لما تنبهر بالطراز الأوروبي، المباني والجسور والشوارع، فلما توصل للحكم يكون هدفك إنك تحول بلدك لقطعة من أوروبا. بس منين وإزاي؟ فيكون الحل الوحيد إنك تقترض من الخارج، ولما تزيد قروضك يكون الحل مزيد من الاقتراض، لغاية ما يوصل بيك الأمر إن ما يبقاش قدامك غير إنك تفرط في استقلالك علشان تحاول تسدد الديون اللي عليك. وبدل ما تحقق تنمية حقيقية أو تخلي بلدك زي أوروبا، تخليها مطمع لكل الدول الأوروبية وينتهي بيك المطاف. فكان أنا أقدم واحد في العمارة. ده أنا تاريخ ماشي. في نوفمبر 2022 وصلت ديون مصر الخارجية ل 166 مليار دولار، بزيادة قدرت بأكثر من 23 مليار دولار عن العام السابق، وده بعد حصول مصر على قرض جديد بقيمة 9 مليار دولار. قال عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط إن القرض الجديد البالغ 9 مليار دولار هيدفع صندوق النقد الدولي منهم 3 مليار دولار، وهيدفع صندوق الاستدامة والمرونة مليار دولار، في حين ال 5 مليار دولار المتبقية هيتكفل بهم الشركاء الدوليين دون تحديدهم بدقة. وجه القرض ده بعد سلسلة طويلة من المفاوضات أجرتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، سواء للقرض الحالي أو القروض السابقة اللي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ معاها ما يطلق عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي علشان يكون حجم الديون رقم لم يسبق الوصول إليه في تاريخ مصر. وفي نفس الشهر نوفمبر، وتحديدا في 17 نوفمبر لكن سنة 1869، تم افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل، العهد اللي اشتهر بكثرة اقتراض مصر فيه. وخلونا نرجع لمدينة القاهرة قبل تاريخ افتتاح قناة السويس بحوالي 39 سنة. ففي 31 ديسمبر سنة 1830 في درب المصمت بالجمالية، وتحديدا في قصر المسافر خانة، يتولد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا كثاني أبناء إبراهيم باشا قائد الجيش المصري وأكبر أولاد محمد علي. إسماعيل يتوسط أخين، الكبير أحمد رأفت والأصغر مصطفى فاضل. اتربى إسماعيل في مدرسة القصر العيني اللي أنشأها جده محمد علي باشا، ولكن وبسبب إصابته برمد صديدي في عينه ترسله أسرته لأوروبا للعلاج، ويسافر إلى فيينا عاصمة النمسا. ولكن سفرية النمسا ما اقتصرتش على العلاج بس، ويبدو إنه تقرر لإسماعيل طريق تاني، إنه يعيش ويتربى في القارة العجوز على الطراز الأوروبي، بدليل إنه فضل في فيينا سنتين تقريبا لحد ما تم علاجه وصحته تحسنت تماما. وبعدها بأمر محمد علي باشا يسافر إسماعيل إلى باريس علشان يلتحق بدار مخصوصة أنشأها جده لتعليم وتأسيس الأمراء والباشوات وكبار رجال الدولة، وكان من بين اللي بيتعلموا هناك أخوه أحمد رأفت وعمه حليم باشا. اتعلم إسماعيل الرياضة والهندسة، وكمان أتقن اللغة الفرنسية، وأعجب جدا بفرنسا وبشكل الحياة فيها، وتعرف عنه ميوله للفرنسية. ويمكن ده أبرز الأسباب اللي هتخليه لاحقا عند تولي الحكم يقول إنه هيخلي القاهرة هي باريس الثانية. وفي 2 سبتمبر 1948 صدر فرمان من الباب العالي باسطنبول بتعيين إبراهيم باشا واليا على مصر بدلا من محمد علي باشا بسبب مرضه الشديد. ولكن إبراهيم باشا أبو إسماعيل ما استمرش في الحكم كتير علشان يتوفى في 10 نوفمبر سنة 1848 ويرجع إسماعيل إلى مصر. وفي 24 نوفمبر 1848 يتولى عباس حلمي الأول الحكم، وعباس يبقى ابن طوسون باشا ابن محمد علي، يعني إبراهيم باشا يبقى عمه. وكان بيقال إن عباس حلمي ما بيحبش عمه إبراهيم باشا، وبالتبعية ما بيحبش أولاده أحمد وإسماعيل ومصطفى اللي يعتبروا المنافسين الرئيسيين ليه على حكم مصر. وبسبب أو لآخر يحصل خلاف بين عباس باشا وبين عمه سعيد باشا على تقسيم ميراث محمد علي، وانحاز إسماعيل لصف عمه سعيد باشا لدرجة إنه قرر السفر مع بعض الأمراء الأستانة الباب العالي لشرح موقفهم للسلطان العثماني عبد المجيد الأول، ويحاولوا يقنعوه بتعيين حد من الأسرة العلوية غير عباس حلمي الأول. لكن الوفد ما نجحش في تحقيق الهدف علشان يستمر عباس حلمي حاكما لمصر. واشتهر عباس حلمي بأنه صاحب قرار القضاء على نظام الاحتكار الصناعي والزراعي اللي أسسه جده محمد علي باشا. وبرغم كده بيوصف البعض عهده بأنه العهد اللي اتأخرت أو توقفت فيه النهضة الصناعية. وبالعودة للسلطان عبد المجيد الأول، ورغم أنه أراد استمرار عباس حلمي الأول، إلا أنه قرر في نفس الوقت تعيين إسماعيل كعضو بمجلس أحكام الدولة العثمانية وأنعم عليه بالباشوية. وفضل إسماعيل باشا مقيم في الأراضي العثمانية حتى سنة 1854، السنة اللي حصل فيها اغتيال عباس
حلمي الأول بقصره في بنها. وفي يوليو 1854 يتولى حكم مصر محمد سعيد باشا، ويبقى أحمد رأفت باشا بحكم نظام الحكم هو وليا للعهد، وأحمد باشا زي ما قلنا يبقى الأخ الأكبر لإسماعيل. حاكم مصر ووليها الجديد سعيد باشا يبدو إنه منسيش وقوف إسماعيل في صفه خلال خلافه على توزيع ميراث محمد علي مع عباس الأول، فقرر إنه يعين إسماعيل رئيسا لمجلس الأحكام المصري اللي كان أكبر هيئة قضائية في مصر في الوقت ده. وخلال عهد سعيد باشا بدأت مصر في الاقتراض من الدول الأوروبية، ووصلت الديون في عهده ل 18 مليون جنيه. ده غير إنه استجاب لشروط قاسية جدا في عقد امتياز قناة السويس، وكان أهمها توفير عمالة بالسخرة لحفر قناة السويس وفي حفر الترعة اللي هتزود القناة بالمياه العذبة، وده اللي ترتب عليه سحب حوالي 60,000 عامل من الزراعة. والشرط الثاني كان التنازل لشركة القناة عن الأراضي القريبة لقناة المياه العذبة، وعلشان يقدر يلغي الشرط ده كان لابد من دفع 4 مليون جنيه في وقت هو كان فيه مستلف أضعافهم. وفي سنة 1855 يتم إرسال إسماعيل باشا في مهمة إلى أوروبا بأمر من والي مصر سعيد باشا، وده كان بسبب رغبة سعيد في توسيع نطاق استقلال مصر بعد اشتراكها مع الحلفاء في حرب القرم. وبعد رجوعه من المهمة لمصر لقى إسماعيل من عمه معاملة حسنة أكتر، وفي 1858 ينظم سعيد باشا في مدينة الإسكندرية حفل من ضمن الحفلات الكبيرة اللي كان بينظمها طوال حكمه، ويدعو سعيد باشا الأمراء وكبار رجال الدولة، ومن بينهم أخوه حليم باشا وأحمد رأفت باشا وإسماعيل باشا وأخوه مصطفى، إلا إن إسماعيل اعتذر عن حضور الحفلة بسبب مرضه. وبعد انتهاء الحفلة وأثناء رحلة العودة إلى القاهرة عن طريق القطار يتعرض القطار لحادث ويسقط في النيل ويغرق أحمد رأفت باشا، ولكن يقدر حليم باشا إنه ينجو من الغرق، وهو الحادث اللي اعتبر وقتها قضاء وقدر، حادثة عادية نتيجة خطأ وليس حادث مدبر. ويموت أحمد رأفت باشا ليصبح إسماعيل باشا هو ولي العهد في خلافة عمه محمد سعيد باشا، لأن نظام التوريث في عهد محمد علي بينص على إن اللي يتولى حكم مصر هو أكبر الأفراد سنا من نسل محمد علي. وفي 1859 يتولى إسماعيل باشا حكم مصر بالإنابة لحين عودة عمه سعيد باشا من رحلة إلى سوريا. وفي مطلع سنة 1861 وقبل ذهاب سعيد باشا لتأدية فريضة الحج يقرر تعيين نائبه إسماعيل باشا على حكم مصر. وبعد عودته من رحلة الحج يكافئ إسماعيل بتعيينه قائدا للجيش ويكلفه بإخماد ثورة بعض القبائل المصرية على حدود السودان، وينجح إسماعيل باشا في المهمة اللي كلفه بيها عمه. وفي أواخر سنة 1861 قرر سعيد باشا السفر لأوروبا للعلاج ويعين إسماعيل نائبا عنه على حكم مصر. وكأن الخمس أو 6 سنوات الأخيرة كانت فترة تدريب وتأهيل لإسماعيل باشا على الحكم، ويرجع سعيد باشا لمصر من أوروبا بعد فشل الأطباء في علاجه من مرض السرطان. وفي 18 يناير 1863 يتوفى محمد سعيد باشا ويتولى إسماعيل باشا حكم مصر، وكان عمره وقتها لا يتجاوز 32 سنة، وبكده يكون إسماعيل الحاكم الخامس لمصر من الأسرة العلوية نسبة لمحمد علي. بعد وصول إسماعيل لكرسي الحكم قرر عدم الصدام مع الباب العالي وبدأ في تعزيز علاقته بالدولة العثمانية، فقرر السفر إلى الأستانة أو مدينة اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية علشان يستلم قرار توليه حكم مصر، وعين عمه حليم محمد علي باشا نائبا عنه في حكم مصر لحين عودته. قوبل إسماعيل بحفاوة كبيرة من السلطان العثماني عبد العزيز الأول، وقرر السلطان العثماني منح والي مصر إسماعيل باشا أعلى نياشين الدولة العثمانية. الحفاوة دي في الاستقبال شجعت إسماعيل باشا أنه يطلب من السلطان عبد العزيز زيارة مصر، ووعد السلطان بالتفكير في الأمر. بعد عودة إسماعيل لمصر أقيم حفل ليه، وكان في استقباله جميع قناصل الدول الكبرى، وشاف إسماعيل باشا إن دي فرصة يعلن فيها عن أهدافه وبرنامج حكمه. وقال إسماعيل باشا إن أساس الإدارة هو النظام والاقتصاد في المالية، ولذلك سأبذل كل جهدي في اتباع قواعد النظام والاقتصاد، وقد عزمت أن أرتب لنفسي مخصصات محددة لا أتجاوزها أبدا. يقصد بالمخصصات مصروفاته ومصروفات القصر. وما اكتفاش بكده، أعلن إسماعيل باشا إلغاء السخرة والاهتمام بالتعليم، ولكن عمليا مفيش حاجة من الوعود دي اتنفذت. فبعد سنة واحدة بس تقريبا من تولي الحكم بدأ إسماعيل في الاقتراض من الدول الأجنبية، على الرغم إن مصر وقتها ما كانتش في حاجة للاقتراض. ده غير إن إسماعيل باشا كان وارث أصلا من 11 ل 18 مليون جنيه ديون، وتقريبا 4 مليون جنيه شرط جزائي علشان تقدر مصر تتخلص من الشروط اللي فرضتها الشركة المنفذة لمشروع قناة السويس. وده كان هدف لإسماعيل باشا إنه يتخلص من الشروط دي، وبكده يكون إجمالي الأموال المستحقة اللي محتاجها إسماعيل هي 21 مليون جنيه تقريبا. وعلشان نقرب الصورة
الصورة ممكن نقول ان 21 مليون جنيه وقتها بتساوي مثلا 21 مليار دولار دلوقتي او يمكن اكتر، وهو المبلغ اللي ما كانش موجود معاه. ويبدو ان احد اسباب الاستدانة هو احلام ورغبات والي مصر اسماعيل باشا في انه يخلي مصر قطعة من اوروبا، وده يظهر حتى في كلامه بانه هينفذ اسلوب حكم عصري يختلف عن كل الحكام اللي سبقوه. وعلشان يقدر ينفذ اسماعيل رؤيته دي، خاصة المتعلقة بجعل مصر قطعة من اوروبا، فكان طبعا محتاج فلوس. فشاف اسماعيل باشا انه لازم يشجع الممولين الاوروبيين على الاشتراك مع الاثرياء المصريين ومن بينهم اسماعيل نفسه في تأسيس شركات داخل مصر يتم منحها امتيازات احتكارية. في مقابل الامتيازات دي يتم عمل حساب مفتوح لاسماعيل باشا يقدر من خلاله انه يقترض من البنوك والبيوت التجارية اللي بيسيطر عليها الممولين الاوروبيين. في الفترة دي اللي هي بداية تولي اسماعيل الحكم، ما كانش بيقترض للدولة بس، لا ده كمان دخل في الموضوع قروض شخصية، وده لان اسماعيل باشا ما كانش حاطط حد فاصل بين امواله الخاصة واموال الدولة، بعد ما كان وعد انه هيقلل من مصروفاته ومصروفات القصر والاسرة الحاكمة ويحط لها حد مش هيتخطاه. فبقى يستلف قروض شخصية ليه، واتفق انه هيسدد القروض دي من الارباح اللي هيحققها كمساهم في الشركات اللي تم تأسيسها بالشراكة مع الاوروبيين، في حين ان ديون الدولة المصرية هيتم تسديدها من الدخل اللي هتحققه عمليات التنمية والاستثمار. وفي مارس 1863 كانت قضية قناة السويس من اهم المسائل اللي واجهت اسماعيل باشا بسبب الشروط اللي فرضتها الشركة الفرنسية اللي هتنفذ المشروع. وكانت مصر بتمتلك نصف اسهم الشركة تقريبا، حوالي 167 ألف سهم، والباقي موزع بين بعض الدول اهمها بريطانيا وفرنسا. وكان عايز اسماعيل يخفف بعض الشروط، فرفضت الشركة كل طلباته، وبعد شد وجذب يلجأ الطرفين للتحكيم، ويتم تحكيم امبراطور فرنسا نابليون الثالث ما بينهم، وبكده يكون نابليون الثالث هو الخصم والحكم. وكان حكمه بين الطرفين كالتالي: انه وافق على بعض طلبات الخديوي اسماعيل مقابل دفع مصر تعويضات للشركة الفرنسية يصل بعضها ل 3.5 مليون جنيه. وفي ابريل 1863 وبناء على دعوة سابقة من والي مصر اسماعيل باشا، يوصل السلطان عبد العزيز الى مصر عشان يبقى اول من زارها من سلاطين الدولة العثمانية من عهد سليم الاول. واستقبله اسماعيل باشا بحفاوة شديدة لدرجة انه قبل ايد السلطان، وسعى اسماعيل باشا انه يستثمر زيارة السلطان العثماني في تعزيز العلاقات، خاصة انه من وقت وصوله للحكم كان اسماعيل بيسعى في الحصول على اعتراف الباب العالي بحقوقه في الملكية المطلقة على مصر، وكان حاطط قدام عينيه الطريق اللي ابتداه جده محمد علي باشا من فكرة استقلال مصر عن الدولة العثمانية. لكن كان في اختلاف بين الاثنين، فمحمد علي باشا كان بيسعى لتحقيق الاستقلال ده بقوة السلاح عن طريق الحرب ضد العثمانيين، في المقابل سعى اسماعيل باشا بالطرق السياسية، وكمان لعب بسلاح الاموال والرشاوى واللي كان بيقدمها لكبار الموظفين في اسطنبول مقابل الحصول على دعمهم واصدار قرارات لصالحه تعينه مع الوقت على الاستقلال عن الدولة العثمانية. ويقال ان الاموال والرشاوى اللي قدمها اسماعيل مقابل الحصول على بعض الامتيازات وصلت 12 مليون جنيه. وفي اواخر 1864 كان اسماعيل بيحكم مصر حكم مطلق، كل صغيرة أو كبيرة في الحكومة هي رهن إشارته، ما بتحصلش غير بقرار منه أو بإذنه أو بعلمه ورضاه. ورغم كده فكر إسماعيل باشا إنه يشرك الشعب في جزء من السلطة، فقدم مقترح بإنشاء مجلس نيابي تكون مهامه الاطلاع على أحوال مصر ومناقشة قضية الضرائب وتحديدها. وبالفعل نجح في مطلع 1866 في تنفيذ فكرته، وتم إنشاء مجلس شورى النواب، وكان أول برلمان منتخب في مصر. وتضمنت سلطات المجلس ده التداول في الشؤون الداخلية ورفع النصايح والي مصر. وكان أعضاء المجلس خليط من كبار ملاك الأراضي الزراعية وأعيان وعمد البلد ومشايخها والشخصيات السياسية والعامة. وفي خلال كلمته في افتتاح المجلس طلب إسماعيل من النواب مساعدة الحكومة في تنفيذ الأشغال العمومية، يقصد المشاريع اللي الحكومة بتعملها، وكلفهم بتحديد مواعيد سنوية لجباية الأموال. وفي مايو 1866 ينجح إسماعيل باشا في إقناع الباب العالي بتغيير نظام توريث العرش في مصر، بحيث يكون النظام الجديد اللي اقتنصه اسماعيل لنفسه ان اللي هيخلفه على عرش مصر هو اكبر اولاده سنا وليس اكبر افراد اسره محمد علي عموما. وكان اسماعيل باشا معروف بحبه وتعدد علاقاته بالنساء لدرجه انه اتجوز 15 مره كما يقال، وكان من اشهر زوجاته هي شفق هانم اللي انجبت له ابنه توفيق، ونور فلك هانم اللي هتبقى والده السلطان حسين كامل لاحقا، وفريال هانم اللي هي هتكون ام الملك فؤاد الاول لاحقا. وبكده بعد اسماعيل باشا هيكون الحكم لاكبر ابنائه توفيق، وبالتالي لأكبر أبناء توفيق
الصديق، وهكذا، بغض النظر عن أي أمير أو باشا من باقي الأسرة العلوية، علشان يكون القرار سبب في حدوث كراهية بين إسماعيل وأخوه مصطفى فاضل وعمه حليم باشا اللي كانوا ناقمين جدا على القرار الجديد، علشان يتم تدبير حادث اغتيال لإسماعيل باشا، ولكن المحاولة باءت بالفشل. ويستغل إسماعيل الحادث ويقرر نفي أخوه وعمه خارج مصر. وفي يونيو 1867 في ظل العلاقات المتطورة والمستقرة واللي تخلو من العداء أو المنافسة بين إسماعيل باشا والباب العالي، قدر إسماعيل إنه يوصل لمنصب نائب السلطان العثماني بعد منحه لقب الخديوي، وده لفظ مأخوذ من الثقافة الفارسية ومعناه السيد. منح إسماعيل باشا لقب الخديوي، خديوي مصر، ليصبح إسماعيل أول من يحوز هذا المنصب. وكان اللي قبله في الحكم بيسمى والي مصر، والوالي منصب يعتبر في مستوى الوزير، لكن الخديوي بيملك صلاحيات أكتر. وبعد الخطوة دي باعتبار مصر خديوية، منحت مصر الحق في إدارة الشؤون الداخلية والمالية والحق في التوقيع على بعض المعاهدات الخاصة. يعني منحت مصر من السلطان العثماني بعض الصلاحيات اللي ممكن نسميها الاستقلال الجزئي. خطوة الاستقلال الجزئي دي شجعت الخديوي إسماعيل على الاستقلال أكتر، فقرر إنه يطلب من الباب العالي الحق في تعيين سفراء مصر عند الدول الأجنبية، إلا إن الباب العالي رفض طلب إسماعيل وشاف إنها تعتبر رغبة في الانفصال عن الدولة العثمانية. ومن بعدها بدأت العلاقات الجيدة بين الخديوي إسماعيل والباب العالي في التوتر. ففي نفس السنة 1867 شارك الخديوي إسماعيل في معرض باريس، وظهر فيه بمظهر الملك المستقل. ووصلت الأمور لدرجة إن الخديوي إسماعيل هدد السلطان العثماني بتحريك جيش ولاحتلال جزيرة كريت والاستحواذ عليها. وجزيرة كريت بتطل جنوبا على بحر إيجا، وهي خامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط، وهي مقابلة للسواحل المصرية جنوبا والساحل الأوروبي شمالا بطول الأراضي العثمانية في الوقت ده، اللي هي دلوقتي تعتبر ما بين تركيا واليونان. وبعدها تتعدد الحوادث والمواقف اللي بتدلل على سعي الخديوي إسماعيل للانفصال عن الدولة العثمانية، فقرر الدخول في مفاوضات مع بعض الدول الأوروبية لاستشارتها في إنشاء نظام قضائي مختلط وإقراره دون الرجوع للباب العالي. ومش بس كده، ده بدأ في تصنيع السلاح لتسليح الجيش المصري بمساعدة فرنسية، فصنع البنادق على أحدث الأنواع، وبدأ كمان في تصنيع البوارج البحرية، وده طبعا لفت انتباه السلطان اللي أصبح مستعد في أي لحظة إنه يسمع إعلان الخديوي إسماعيل بالاستقلال التام عن الدولة العثمانية علشان يشتد الخلاف بين الطرفين. فيقرر الخديوي إسماعيل تحصين بعض القلاع وتسريع وتيرة تصنيع السلاح، ما يعني استعداده للحرب. وفي 1868 يقرر الخديوي إسماعيل تعيين وزير جديد للمالية، واختار للمنصب ده إسماعيل صديق باشا مفتش وزارة المالية، أو اللي اشتهر باسم إسماعيل المفتش، اللي يبقى أخو الخديوي إسماعيل من الرضاعة، واللي زادت الديون جدا من بعد توليه الوزارة. وبيقول عبد الرحمن الرافعي في كتابه عصر إسماعيل إن كان كل ما يهم إسماعيل صديق، كل همه الأول والأساسي طوال فترة وزارته هو توفير الأموال للخديوي في الوقت اللي هو عايزه وبأي طريقة، المهم يوفر فلوس ليحوز رضا الخديوي وعطفه. وفي كتابه تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا بيقول المؤرخ إلياس الأيوبي عن إسماعيل المفتش إنه كان بيلقب بالخديوي الصغير لأنه كان شخصية محورية في فترة حكم الخديوي إسماعيل، وبيقال إنه كان واحد من أكثر النخب السياسية إثارة للجدل، ومنها اختلاف الناس حول توصيف قراراته بين اللي اعتبرها سياسات مالية ظالمة، ووصفه إنه شخص شديد الإسراف والبذخ، وإنه أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية اللي مرت بيها مصر، في حين اعتبره البعض الآخر إنه أحد قادة النهضة المصرية، وإنه هو اللي قرر تمصير الدواوين اللي هي المؤسسات الحكومية بمصطلحنا الحالي، وساهم في توفير الأمن النسبي في البلاد بعد تمكنه من توطين بعض القبائل والقضاء على تمردهم على الخديوية. وبعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف حول الشخصيات، خلونا نبص للواقع والنتائج. فمع التوسع في الاستدانة كان كل ما تزيد الديون كان الضغط بيزيد على الحكومة لسداد الديون وفوائدها، وبما إنه ما كانش فيه موارد متعددة والفلوس أغلبها صرف على حاجات لن تحقق أي دخل للدولة، فتروح الحكومة تزود الضغط على الشعب خاصة الفقراء منهم. والأعجب إنه تم ما يشبه استهداف الفلاحين المصريين بزيادة الضرائب عليهم، يمكن لاعتبارهم مزارعين ومنتجين فيدفعوا بقى ضرائب نتاج لمحصولهم، وده تسبب في أزمة جديدة. فلما زاد الضغط على الفلاحين وبقى مطلوب منهم فلوس أكتر وأكتر، ساب كتير من المواطنين مهنة الفلاحة وهجر الفلاحين الأراضي الزراعية، وانخفضت نسب ومعدلات كتير من المحاصيل وزادت الأسعار، وبكده فقدت مصر قدر من ثروتها الزراعية اللي تعتبر مصدر لدخلها القومي ومصدر لقوتها الخارجية. وفي 1869 توترت العلاقات بين مصر والباب العالي أكثر فأكثر بسبب دعوة الخديوي إسماعيل لملوك أوروبا لحضور حفل افتتاح قناة السويس دون الرجوع للسلطان العثماني. فاعتبر السلطان أن الدعوة للحفل بالشكل ده دليل على عدم ولاء الخديوي ليه، وبالفعل كان إسماعيل مقرر أنه يعلن الاستقلال التام عن الدولة العثمانية
العثمانية خلال حفل قناة السويس، إلا إن الدول الأوروبية نصحته بعدم إعلان القرار ده دلوقتي. ففي 19 مايو 1869 سافر خديوي إسماعيل لأوروبا، وهناك التقى برؤساء وملوك عدد من الدول الأوروبية ودعاهم بنفسه لحضور حفل افتتاح قناة السويس، الحفل اللي قرر الخديوي إسماعيل إنه يكون أسطوري وعلى نفقة مصر. فتم استخدام 500 طباخ وخادم من فرنسا وإيطاليا، وقرر إنشاء قصر على شاطئ بحيرة التمساح، بالإضافة لعدد كبير من الخيام الفخمة تكفي عدد الحضور اللي هيوصل لحوالي 6000 شخصية عامة من كبار ملوك أوروبا، بالإضافة لرجال الأعمال والسياسة والإعلام. وفي يوم 15 أكتوبر من نفس السنة بدأ الضيوف يوصلوا مصر، وتحديدا لمدينة بورسعيد مقر إقامة الحفل. وكان أول الحضور ولي عهد هولندا وإمبراطور النمسا، وبعدهم وصلت إمبراطورة فرنسا أوجيني، بالإضافة لعدد من الأمراء العرب منهم الأمير عبد القادر الجزائري. وطبعا تكلفة إقامة وخدمة وحراسة كل الشخصيات دي تكفلت بيها مصر. و 17 نوفمبر 1869 بدأ الحفل الأسطوري لافتتاح قناة السويس بعبور السفينة إيجل، وعلى متنها كبار المدعوين، وما كانتش لوحدها، رافقها أسطول مكون من 77 سفينة منهم 50 سفينة حربية. وبحسب بعض الإحصائيات قدرت مصروفات حفل قناة السويس اللي دفعها الخديوي إسماعيل تقريبا من 1.5 مليون ل 2 مليون جنيه على الحفل بس، ده غير التعويضات اللي دفعتها مصر للشركة المنفذة اللي وصلت ل 16 مليون جنيه علشان تتخلص من بعض الشروط، في حين ان تكلفة انشاء القناة نفسها بحسب احصاءات الشركة المنفذة بلغت حوالي 18 مليون جنيه. يعني نقدر نقول ان مصر دفعت كل تكلفة انشاء القناة، والشركة الاجنبية قاعدة منتظرة تلم الارباح والمكاسب. وفي نوفمبر 1869 وصلت العلاقة بين الخديوي اسماعيل والسلطان العثماني لمراحل أسوأ، وبدأت مرحلة جديدة من الخلاف. فنتيجة لسعي وتحضيرات اسماعيل لاستقلال مصر ارسل السلطان العثماني فرمان قيد فيه بعض حقوق الخديوي، وكان من بين القرارات دي انه لا يستطيع الحصول على اي قروض جديده الا بعد تقديم طلب الى السلطان يوضح فيه سبب الاحتياج للقرض، وبعدها اما يحصل على اذن بالموافقه او الرفض. وفي سنه 1870 وفي ظل الازمه والتوتر بين الخديوي والسلطان قرر اسماعيل باشا القيام بحملات عسكريه بقياده السير صمويل بيكر قرب منابع النيل الابيض وضمها للحكومه المصريه. اسماعيل اللي ما كانش ميال للحروب خالص على خلاف جده محمد علي باشا، الا انه كان بيعتني بالجيش وتسليحه عنايه كبيره، وتعاقد مع كبار الضباط من جيوش اوروبيه لتدريبه زي فرنسا وبريطانيا. وكان من اهم اغراض اسماعيل باشا من تحديث الجيش وتدريبه هو توسيع نطاق ملكه في افريقيا وضم كل ما يمكن اكتشافه او فتحه من اراضيها لمصر. وفي خلال سنه 1872 بدات مشاكل الديون وسدادها يظهر، واصبح الخديوي اسماعيل في ورطه بسبب كثره الديون، وكمان بسبب عدم مقدرته الحصول على ديون جديده الا بعد موافقه السلطان، اللي طبعا قراره كان ملزم مش بس الخديوي اسماعيل ومصر، ده حتى الجهات المانحه للقروض والديون سواء بنوك او بيوت تجاريه او ممولين ومن وراهم حكومات ودول اللي بشكل او باخر ليهم مصالح مع الدوله العثمانيه وعلاقات مع السلطان وكبار رجال الدوله، ولو خالفوا قراره يبقوا بيتحدوه. يعني لعبه مصالح واضحه وكل واحد بيراعي مصالحه. فعلشان كده اضطر الخديوي اسماعيل للتنازل والعوده للدبلوماسيه والمناوره السياسيه، وقرر زياره الباب العالي عشان يحاول يرجع الميه لمجاريها زي ما بيتقال، وبالفعل نجح في ده، ورجعت العلاقات الوديه بين الخديوي والسلطان علشان يصدر السلطان العثماني فرمان في سبتمبر 1872 يعيد فيه الامتيازات السابقه اللي تم منحها للخديوي، ومنها حق الخديوي في الاستدانه من الخارج بما يراه ويريده دون العوده الى السلطان. ولكن الخديوي اسماعيل ما اكتفاش بكده، فقرر في صيف 1873 السفر مره تانية لاسطنبول علشان يحصل على فرمان جديد يجمع فيه كل المزايا اللي حصلت عليها مصر من ايام جده محمد علي باشا وصولا لعهده، عهد الخديوي اسماعيل. ويبدو ان اسماعيل زي ما كان بيصنع ولاءات بالفلوس، يبدو انه كان عنده قدره بشكل ما على المساومه او التفاوض، علشان هو فعلا نجح بشكل كبير جدا في مهمته وحصل على فرمان كانت بنوده كالتالي: الخديوي يحكم مصر والسودان، زياده قوات الجيش الى العدد الذي يريده او يحدده الخديوي، الحكومه المصريه مسؤوله عن سن التشريعات والقوانين الداخليه، الحكومه المصريه قادره على عقد الاتفاقيات الاقتصاديه الخارجيه مثل المعاهدات التجاريه والاتفاقات الجمركيه، عرش مصر يؤول الى اكبر ابناء الخديوي. وبكده يكون اسماعيل باشا حاز تقريبا غالبيه السلطات في ايده، ضمن العرش ليه ولابنائه وبقى مسيطر تماما على الجيش وتسليحه، يعني قدر انه يحقق مكاسب ضخمه لصالحه وصالح نظام حكمه. ايه اللي فاضل؟ ايه اللي هيعمله ويحققه بالمزايا دي؟ واصل الخديوي اسماعيل طريقته في الحكم، طريقه اللي معتمده على القروض الخارجيه والديون الاجنبيه، وصاحب فتره حكم اسماعيل تنفيذ كتير من المشروعات. فمن لحظه تولي اسماعيل باشا حكم مصر في سنه
1863 ولمدة 12 سنة تانية من حكمه، يعني لحد سنة 1875 تم إنشاء 64 مصنع للسكر، واتحفر أكتر من 112 ترعة حفرهم المواطنين المصريين بالسخرة للأسف. أما بالنسبة للمدن فمنح الأراضي في القاهرة للبناء عليها وخطط الأحياء والشوارع، فانتشرت الفلل والقصور للأثرياء، وتم بناء حوالي 430 جسر وكوبري. ولما استلم الحكم كان مصر فيها تقريبا 500 كيلو متر من السكك الحديدية، لكنه قدر يضاعفها لدرجة إنها مع نهاية عهده كانت وصلت تقريبا لأكتر من 1300 كيلو متر، ده غير أعمال الصيانة والتطوير في المنشآت اللي كانت موجودة زي المواني مثلا. ده غير إن القطن المصري وقتها الذهب الأبيض ما حصلش على لقبه ده من فراغ، فبسبب الحرب الأهلية الأمريكية ارتفع سعر القطن لأكتر من 3 أضعاف، ما يعني مزيد من وفرة الأموال. طبعا النظرة السريعة على الكم ده من الإنشاءات والمشروعات هيخلينا نقول فورا إن ده إنجاز غير مسبوق يحسد للخديوي إسماعيل، لكن نظرة ببعض التمهل هتخلينا نشوف العكس تماما للأسف، لأن الخديوي إسماعيل كان بيستسهل جدا اللجوء للاقتراض وما بيفكرش أبدا في غلق باب الديون أو حتى التقليل منها بشكل كبير جدا، ويبدأ في الاعتماد على المال المصري والعائدات المحلية. ده حتى عائدات القطن سواء قبل ارتفاع سعره أو بعدها ما تمش استثمارها بالشكل اللائق، فكان كل اعتماده على الديون الأجنبية اللي صحيح ساهمت بشكل أو بآخر في إنجاز مشروعات وشق ترع ومد خطوط سكك حديد وغيره، وحولت شوارع القاهرة القديمة لشوارع على الطراز الأوروبي، وتم تشييد أحياء جديدة كلها قصور وفلل بجناين، وبدأ إن مصر في تقدم وشعبها في رفاهية. لكن كل اللي فات ده ما كانش ليه عائد حقيقي تنموي على الاقتصاد المصري، بل كان ليه نتائج سلبية جدا، أبرزها فقدان السيطرة الاقتصادية والسياسية اللي اتمتع بيها أو انتزعها الخديوي من الدولة العثمانية، علشان بعدها يقع تحت الاحتلال الاقتصادي الأوروبي، وبالتبعية فقدان الاستقلال السياسي، يعني خرج من السيطرة العثمانية وسلم نفسه بنفسه للسيطرة الأوروبية. وللعلم القروض اللي استلمها الخديوي إسماعيل ما صرفهاش كلها على مشروعات وإنشاءات، ده في ملايين منها اتصرف على بناء القصور. يعني خلال عهد الخديوي إسماعيل تم بناء حوالي 30 قصر يخص الأسرة الحاكمة، أشهرهم قصر عابدين، ده غير بناء دار الأوبرا الخديوية، ده غير إنه صرف أموال طائلة في هدايا ومنح وكمان رشاوى لشراء رضا بعض الشخصيات في الباب العالي لتسهيل حصوله على قرارات أو فرمانات، وبرضه رحلاته السنوية لأوروبا اللي كان بيصطحب فيها أسرته وأبنائه وبعض رجال الدولة بالإضافة للخدم والحراسات، وكان بيصرف في أجازاته دي ببذخ شديد. وفي مصر كان دايما ما يقيم الحفلات الخاصة وكمان حفلات الافتتاحات اللي كانت بتتعمل على أعلى مستوى من التجهيزات والزينة والطعام والشراب، وكان بيحضرها طبعا كبار الشخصيات والمسؤولين سواء المصريين أو من الدولة العثمانية أو الأجانب. كل ده وغيره كان بيعمله الخديوي إسماعيل من فلوس الديون اللي تحت إيده، واللي ما كانش فيه رقيب أو حسيب يقول له أنت بتعمل إيه أو بتصرف إيه في إيه. مصر كان اسمها الخديوية نسبة للخديوي يعمل فيها اللي هو عايزه، وحتى القروض دي كان بيتصرف جزء منها بيوصل لملايين كعمولات وسمسرة للوسطاء ما بين مصر والديانة. وتاني الخديوي إسماعيل أنفق بالفعل ملايين من القروض دي على ما يمكن تسميته مشروعات تنموية في القاهرة، مشروعات غيرت شكلها سواء على المستوى المعماري أو البنية التحتية، وكمان مشروعات زراعية في محافظات الدلتا. لكن زي ما قلنا العائد لم يكن متكافئا والضرر كان أكبر من النفع، والخديوي إسماعيل ما كانش بس هو السبب في الديون، برضو اللي حواليه اللي ساعدوه أو أيدوه في قراراته، ويمكن أبرزهم زي ما قلنا إسماعيل باشا المفتش. ومن ضمن مشاكل عهد الخديوي إسماعيل والتشابه بينه وبين جده محمد علي باشا هو علاقته مع الشعب المصري، فبدل ما يعتمد على المصريين في تنفيذ مشروعاته اعتمد على الأجانب والشركات الأجنبية، واللي كانت طبعا بتروح لها كل مخصصات المشروعات، أو الكارثة الأكبر إنها بتشتغل هي كمان بالديون. ونتيجة كل ده وغيره زادت ديون مصر في عهد الخديوي إسماعيل أضعاف الأضعاف. إسماعيل باشا اتولى حكم مصر وكانت الديون ما بين 10 ل 18 مليون جنيه، وفي مصادر بتقول 11 مليون جنيه، ولكن مع نهاية عهد الخديوي إسماعيل سلم مصر وعليها 100 مليون جنيه ديون، بالإضافة ل 6 مليون جنيه فوايد ديون. 100 مليون جنيه ديون في بلد كانت ميزانيتها السنوية وقتها لا تتخطى 11 مليون جنيه. 11 مليون دي ميزانية في فترات الازدهار، وكانت أحيانا بتكون أقل من كده. 100 مليون جنيه ديون لما تتبع البعض جهات انفاقها لقى ان مصر بالكتير استفادت بنصها بس. ففي الوقت اللي صرفنا فيه على قناة السويس 18 مليون جنيه تم صرف حوالي 40 مليون جنيه في الأعمال والمشروعات العامة، في حين ان العمولات والسمسرة للحصول على القروض وصلت 22 مليون جنيه، ده غير 20 مليون جنيه غير محددة أوجه الصرف بشكل دقيق، يعني محدش عارف اتصرفت في ايه. يعني عندنا 42 مليون جنيه ديون على مصر اتصرفوا في ولا حاجة، ودول مبلغ أكبر من اللي اتصرف على الأعمال العامة
العامة والمشروعات جوه البلد. وفي كتابه عصر إسماعيل بيذكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعي إن مسألة الديون كانت هي الجانب المظلم في عهد إسماعيل، لأنها سمحت للدول الأجنبية بالتدخل في شؤون مصر المالية والسياسية. وكان أصحاب البنوك الأوروبيين بيلقبوا إسماعيل بصاحب البعث الجديد للشرق بسبب اتباعه خطط المؤسسات الغربية في الاقتراض. وفي 1875 يبدأ التدخل الأجنبي في مصر بشكل رسمي لما قرر الخديوي إسماعيل عرض حصة مصر في شركة قناة السويس للبيع. يعني لم يكتفي بالمميزات اللي حصلت عليها الشركات الأجنبية، ده كمان قرر بيع أصول مصر في قناة السويس. وسبب بيع الأصول علشان يقدر يحصل أموال يمشي بيها أمور البلد، لأن مصر في الفترة دي بيقال كانت في طريقها لإعلان الإفلاس. بدأ إسماعيل باشا بعرض حصة مصر في قناة السويس على فرنسا، اللي ترددت وفكرت وقعدت تساوم إسماعيل هل تكون الصفقة شراء لحصة مصر ولا قرض جديد بضمان الحصة دي. وفي الوقت اللي الفرنسيين بيحسبوها كانت الحكومة الإنجليزية شايفة إن دي فرصة ممتازة مش ممكن يخلوها تضيع من إيديهم، وإنها هتكون الطريقة الأقل تكلفة اللي من خلالها هيقدروا يحطوا إيدهم على قناة السويس. وبالفعل تشتري بريطانيا حصة مصر، وللأسف باعها الخديوي بثمن رخيص جدا بحوالي 4 مليون جنيه إنجليزي. وبكده تخسر مصر حقها في أسهم شركة قناة السويس، الأسهم اللي قدرها عبد الرحمن الرافعي لاحقا في أواخر عام 1929 بأنها وصلت ل 106 مليون جنيه. لكن خسارة مصر ما وقفتش عند الحد ده، فبرضه بسبب قروض الخديوي إسماعيل اتنزلت مصر عن 15% من أرباح قناة السويس مقابل 900 ألف جنيه بس. 900 ألف جنيه حصل عليهم إسماعيل علشان يدفعهم كأقساط للديون، بعد ما بعض الديانة بدأوا يشككوا في قدرة مصر على الالتزام والوفاء بأقساط ديونها. ورغبة من الخديوي إسماعيل إنه يأكد للجميع إنه قادر على السداد، عرض على بريطانيا إرسال بعثة لمصر تكون مهمتها دراسة حالة الحكومة المالية ومعاونة وزير المالية إسماعيل المفتش على إصلاح أي خلل في الميزانية. وكان هدف إسماعيل من البعثة الإنجليزية إنه يظهر هو وحكومته بشكل لائق قدام كل الدائنين، يعني إن الحكومة البريطانية باطلاعها على كافة أحوال الميزانية وإشرافها عليها وتدخلها هتدي مصر شهادة بأنها قادرة على سداد ديونها، ويفتح لها الباب في الحصول على قروض جديدة خاصة من أوروبا والدائنين الأجانب. وفي نفس السنة 1875 واللي كانت مصر فيها على وشك الإفلاس، قرر الخديوي إسماعيل القيام بحملة تانية على الحبشة لتأمين منابع النيل، وتكبدت مصر خسائر كبيرة في الرجال والأموال. بالإضافة أن حرب الحبشة أظهرت ضعف قوة مصر الحربية، وده طبعا أحد الأسباب اللي سهلت عملية التدخل في شؤون مصر. هتلاقونا متكلمين عنها في حلقة بعنوان الحبشة، هنسيب لكم الرابط في التعليقات، لازم تشوفوها. وفي ديسمبر 1975 توصل البعثة الإنجليزية لمصر برئاسة المستر ستيفن كيل. طبعا مش محتاجة كلام، بريطانيا اعتبرتها فرصة ذهبية جديدة للاطلاع على الشأن المصري عن قرب، وفرصة جديدة للتدخل في شؤون مصر وكمان التحكم في قرارها. فبتقرير منها تقدر تخسف الأرض والاقتصاد المصري، أو تقول عليه أحسن اقتصاد في الدنيا. عموما بيرى البعض إن البعثة عملت رفع واقع حقيقي بشكل كبير للاقتصاد المصري، وقدمت البعثة تقريرها عن حالة الاقتصاد، وقالت إن سوء الأحوال المالية في مصر بيرجع للشروط القاسية اللي بيتم فرضها على الخديوي إسماعيل في سبيل حصوله على قروض من الدائنين الأوروبيين، بالإضافة للإسراف الحكومي في إنفاق مبالغ كبيرة على الحملات الحربية اللي كانت بدون جدوى، وصرف مبالغ مالية كبيرة في مشاريع لم تجلب منافع للبلاد. وطبعا اقترحت اللجنة الإنجليزية شرط ضروري لإصلاح الحالة المالية لمصر، وهو إن مصر تخضع بالكامل لنصايح الدول الأوروبية، يعني إحنا هنعمل لكم برنامج إصلاح اقتصادي وانتوا تمشوا عليه وهتبقوا زي الفل. وفي 1876 كانت مصر وصلت لمرحلة صعبة جدا في أزمتها المالية، وعجزت عن الوفاء بأقساط الديون. وفي 2 مايو 1876 يضطر الخديوي إسماعيل للقبول بإنشاء صندوق الدين، وهو صندوق مكون من أهم الدول الدائنة لمصر، وأصبحت مهمة الصندوق تسلم دخل الدولة المصرية من إيرادات المواني والتجارة والضرائب وحتى إيرادات السكك الحديدية وغيرها. كل ده بتضع الحكومة المصرية في الصندوق تحت تصرف الجهات الدائنة بالكامل، وهي اللي تتولى وفق رؤيتها توزيع الأموال دي على الديانة بدون أي تدخل يذكر من مصر. وبكده أصبح صندوق الدين أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت لغرض إدارة التدخل الأجنبي في شؤون مصر. وبعدها بأيام، وبالتحديد في 7 مايو، أصدر الخديوي إسماعيل قرار بتحويل ديون الحكومة وعدد من الديون الأخرى إلى ما يسمى بالدين الموحد، يعني جمع أي ديون في الدولة تحت بند واحد. ووصل وقتها مبلغ الديون ده 91 مليون جنيه، وكانت الفايدة الموقعة على الديون بتوصل ل 7%. خلونا بس نفكركم تاني إن 91 مليون ممكن تساوي بأيامنا دي 91 مليار دولار أو أكتر. ممكن تروحوا تشوفوا حلقة الدولار وحلقة الجنيه علشان تتعرفوا على الصورة بشكل أكبر.
هنسيب لكم الرابط في التعليقات. بعدها أصدر الخديوي إسماعيل قرار بإنشاء مجلس أعلى للمالية مكون من 10 أعضاء، 5 مصريين من ضمنهم الخديوي و5 من الأجانب، وده بدافع مزيد من التطمين للأوروبيين. وكانت مهام المجلس ده هي السيطرة المالية، يعني كان المجلس بيراقب الإيرادات وكمان المصروفات الحكومية، وتحت إيده الصلاحيات للوصول لكل الخزائن المالية الحكومية، وليه سلطة التحقق في كافة الحسابات، يعني رقابة مالية شاملة. يمكن وزارة المالية نفسها ما كانش عندها الصلاحيات دي. ويمكن برضو الشيء بشيء يذكر، لو قبل 10 سنين أو أكتر كان الخديوي إسماعيل أنشأ المجلس ده من شخصيات مصرية مختصة ووطنية ومنحها نص الصلاحيات دي واستمع ليها، يمكن ما كانتش مصر وصلت للحال ده من الاستدانة وضياع أموال القروض على أمور غير نافعة وغير مجدية. عموما، ورغم منح الأجانب صلاحيات إضافية، إلا إن بريطانيا قالت إن ده مش كفاية، وإن كده مفيش حاجة اتحققت لمصالح الدائنين ومفيش أي ضمانات لسداد فلوسهم. وأعلنت بريطانيا إنه لازم تتحط سياسات تانية وتتاخد قرارات تانية تضمن مصالح الدائنين، اللي هو بالبلدي كده من النهاردة مفيش خديوي، أنا الخديوي، احنا اللي هندير الاقتصاد ونقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، مش بس قاعدين بنستقبل كل فلوس البلد وبنراقب بكل دقة كل مليم جه منين وبيتصرف في ايه. ده مش عاجبهم. وفي اكتوبر 1876 ارسلت بريطانيا مندوب عنها لمصر كان اسمه مستر جوشن، وطبعا فرنسا هي كمان ارسلت مندوب معاه كان اسمه الميسيو جوبير، وبداوا يعرضوا مطالب الدائنين على الخديوي اسماعيل. وفي النهاية وافق اسماعيل على كل الشروط اللي فرضها الممثل الانجليزي والفرنسي، وكان ابرزها اعادة هيكلة وجدولة الديون المصرية ما بين كل الدول المدينة، اللي هو أشبه ما يكون دلوقتي بنادي باريس. ونادي باريس مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين من 19 دولة من أكبر اقتصاديات العالم، بيقدموا خدمات مالية زي إعادة هيكلة الدين وفي بعض الحالات إلغائه، ومصر هي أحد الدول اللي ليها تعامل معاه. وبعد أشهر قليلة من إنشاء صندوق الدين، وتحديدا في نوفمبر 1876، يبدأ تنفيذ نظام الرقابة الثنائية على الأموال المصرية. وكانت الرقابة مكونة زي ما قلنا من مبعوثين، واحد إنجليزي وواحد فرنسي. وفي نفس الشهر وفي ظروف غامضة وغريبة يتم اغتيال إسماعيل صديق مفتش وزارة المالية. وبنقول غريبة لأن مقتله جه بعد ما تم إجباره على الاستقالة من وزارة المالية، والروايات اللي بتتكلم عن وفاته كتير، لعل أشدها رواية عبد الرحمن الرافعي واللي اتهم فيها بشكل مباشر وقوف الخديوي إسماعيل ورا اغتيال أخوه من الرضاعة إسماعيل صديق، وده بسبب خوف الخديوي من كشفه لبعض أسراره، وإن المفتش كان ناوي يحمل الخديوي المسؤولية الكاملة عن تبديد أموال الدولة. أما الرواية الثانية فهي اللي رواها الكاتب ويلفريد بيلت في كتابه التاريخ السري للاحتلال الإنجليزي لمصر، واللي قال فيه إن وفاة إسماعيل صديق كانت بسبب رفض اقتراحات تسوية الدين اللي قدمتها بريطانيا وفرنسا بتخصيص كل إيرادات السكك الحديدية لصالح خدمة الديون، وإنه وقف قصاد الطلب ده وما وافقش عليه، فما كانش في طريقه للوصول لتسويه الديون غير بالتخلص من اسماعيل المفتش. وفي الروايتين تمت الاشاره الى ان الخديوي اسماعيل كان ليه يد بشكل او باخر في اقالته ومقتله بعد اتفاقه مع الممثلين الاوروبيين للدائنين على التخلص منه لكسب طبعا رضا الحكومتين البريطانيه والفرنسيه. والازمات على المصريين في عهد الخديوي اسماعيل ما وقفتش عند الحد ده، ففي عامي 1877 و1878 كانوا صعبين جدا على المصريين، بدايه من انتشار مرض طاعون الماشية اللي أثر على الثروة الحيوانية بشكل كبير، وارتفاع فيضان النيل اللي أدى لتلف أغلب المحاصيل الزراعية، وده اتسبب في إحداث مجاعة ومات بسبب الأحداث دي أكتر من 33 ألف مواطن مصري. وبالعودة للتدخل الأجنبي في مصر، ورغم فرض الرقابة الثنائية وسيطرة بريطانيا وفرنسا على الجهاز الإداري وزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين للتمكن من زيادة الإيرادات لتسديد الديون، لدرجة أن الموظفين الإنجليز المسؤولين عن الإيرادات كانوا يبعتوا تعليماتهم لمدير المديريات المصريين بتحصيل المزيد من الضرائب من الفلاحين لسد اي فجوات في سداد الاقساط. وكان من ضمن التعليمات دي ان اللي مش هيقدر يدفع الضريبه اللي عليه يتم فورا مصادره محاصيله ومواشيه، وبتوصل احيانا لمصادره كل ممتلكاته. وفي مارس 1878 وصلت الامور في مصر من سيء لأسوأ، ده بعد التدخل الأجنبي اللي أكد للخديوي إسماعيل إنه امشي أنت بس على الخطة بتاعتنا وادينا كل الصلاحيات وإحنا هنعمل إصلاحات اقتصادية وهننقذ البلد. لكن العكس هو اللي حصل، وكالعادة تم تشكيل لجنة تحقيق، لجنة من موظفين مصريين وأجانب علشان يدرسوا أسباب تدهور الحالة المالية للدولة، ده على أساس إن هم مش عارفين.
المهم قدمت اللجنه تقريرها اللي شمل توصيات لانقاذ الاقتصاد، كان منها تنازل الخديوي اسماعيل عن بعض السلطات الممنوحه ليه، وطبعا هتؤول السلطات والصلاحيات دي للانجليز والفرنسيين، وده هيتم عن طريق انشاء وزاره او هيئه تقتسم حكم البلاد مع الخديوي. وكمان طلبوا من الخديوي اسماعيل التنازل عن كل املاكه على ان يتم تعويضه بمرتب سنوي يصرف ليه من ايرادات الدوله، وبرضه قرروا ان يتم اعاده النظر في الضرائب. اخيرا لاحظوا ان زياده الضرائب بتيجي بنتيجه عكسيه، وانها بترهق المواطنين خاصه الفلاحين، فيؤدي ده لازمات اقتصاديه اكتر. وفي 28 اغسطس 1878 استجاب الخديوي اسماعيل لتقرير اللجنه وقرر انشاء مجلس النظار اللي هو زي مجلس الوزراء دلوقتي، وكلف نوبار باشا بتشكيل الحكومه. وبيقال ان نوبار باشا كان معروف بميوله الاوروبيه، واشتهرت وزارته بالوزاره المختلطه او الاوروبيه لان فيها تم تحويل المراقبين الاجانب الى وزراء، وزير انجليزي للماليه ووزير فرنسي للاشغال. وفورا بدات وزاره نوبار باشا مهامها، وكان اولها تجريد الخديوي من ممتلكاته، فاجبرته على التنازل عن اراضيه الزراعيه لصالح الدوله، بين قوسين لصالح الدوله، اللي هو مش لصالح الدوله ولا حاجه. ففي الحقيقه تنازل اسماعيل عن املاكه لصالح الدائنين الاوروبيين. وكمان جرد اسماعيل من السلطه السياسيه لدرجه انه ما بقاش ليه الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء اللي بيتم اتخاذ فيه كل قرارات اداره البلد. بقى الخديوي اسماعيل بعيدا عن مجلس الوزراء اللي بقى تحت الوصايه الاجنبيه البريطانيه والفرنسيه تحديدا. اصبح الخديوي اسماعيل اللي هدد في يوم بالحرب على الدوله العثمانيه وتحدى السلطان العثماني، وفي مرات تانية كتير استخدم الحيله والرشوه والدبلوماسيه والسياسه في الحصول على مكاسب ليه تمنحه سلطه مطلقه على حكم مصر. اصبح دلوقتي غير قادر على حضور جلسات مجلس النظار اللي بقى يتناقش فيه علنا فكره تسريح الجيش المصري، بعد ترديد المقترح اكتر من مره من وزير الماليه الانجليزي ويلسون اللي قال اننا لازم نخفض عدد قوات الجيش ونقلل من تسليحه علشان نقلل النفقات ونحسن الاقتصاد المصري، يعني بحجه التدهور والازمه الاقتصاديه. وبمسمار جحا اللي هو الديون والقروض تمت المطالبه في قلب القاهره بتسريح الجيش المصري، ولم يعترض احد، وهو ما ذكره المؤرخ محمد صبري السربوني في كتابه الامبراطوريه المصريه في عهد اسماعيل. علشان بالفعل بدات وزاره نوبار باشا في تنفيذ اوامر الوزير الانجليزي، فتم تسريح جزء كبير من قوات الجيش المصري. ومش بس الجيش اللي حصل فيه ازمه، ففي نفس الفتره كان الموظفين في جهاز الدوله بيعانوا من تاخير الرواتب، وده كان بيدفعهم انهم يستلفوا من المرابين وبيوت الرهن وغيره. يعني الدوله بحكومتها بشعبها بقوا عايشين على السلف والديون، في الوقت اللي كانت وزاره نوبار باشا حريصه كل الحرص على تقاضي الموظفين الاجانب لكل رواتبهم في موعدها دون تاخير، زي ما هي حريصه على الانتظام في تسديد اقساط القروض وفوائدها للدائنين في اوروبا على حساب اي حاجه تانية داخل مصر. وفي فبراير 1879 ادت سياسه وزاره نوبار باشا لثوره عدد من ضباط الجيش، واللي كان كتير منهم تم فصلهم من الخدمه، وقرروا اقتحام وزاره الماليه. وبالفعل نجحوا في ده واحتجزوا رئيس الحكومه نوبار باشا وكمان وزير الماليه الانجليزي. بعدها وصلت الاخبار للقنصل الانجليزي في مصر اللي قرر فورا الاستنجاد بالخديوي اسماعيل وطلب منه التدخل وانقاذ وزير الماليه. طبعا وافق الخديوي على طلب القنصل الانجليزي لدرجه انه راح بنفسه لوزاره الماليه وتفاوض مع ضباط الجيش، ونجح في اطلاق سراح الوزراء المحبوسين، وقدر انه يرجع للمشهد السياسي بدرجه ما. وفي 10 مارس 1879 قدر الخديوي اسماعيل انه يستفيد من سخط الشارع من نوبار باشا ووزارته بعد ما فقد كتير من صلاحياته كحاكم لبلد كبير زي مصر، فقرر عزل مجلس الوزراء برئاسه نوبار باشا اللي كان فرضوا عليه الاوروبيين، وطلب الخديوي اسماعيل انه يتولى بنفسه رئاسه الحكومه الجديده لاداره البلد وانقاذها. لكن المراقبين الاجانب رفضوا طلبه تماما، يعني اللي هو مش بعد ما دخلنا وركناك على الرف احنا اللي هنرجعك تاني. وهنا حاول الخديوي اسماعيل الحصول على اي مكاسب، فرشح ابنه محمد توفيق باشا لرئاسه الحكومه، فوافق الانجليز والفرنسيين عليه. وفي 22 مارس 1879 شكل محمد توفيق باشا الحكومه الجديده، وكان من بين اعضائها طبعا الوزيرين الاجانب الفرنسي والبريطاني. وفي نفس الشهر كان مجلس النواب وافق على تخفيض الضرائب اللي تم فرضها على الاهالي والمواطنين، ولكن القرار صدر بشكل كان ضد سياسه الاوروبيين ورغباتهم، فقرروا التخلص من المجلس. وبالتعاون مع وزير الداخليه المصري رياض باشا تم انهاء عمل المجلس واغلاقه بحجه ان مدته انتهت. وفي 29 مارس 1879 قرر اعضاء مجلس النواب التقدم بشكوى للخديوي اسماعيل من سلوك الوزاره ضد المجلس، واحتجوا على مشروع الميزانيه اللي كانت الحكومه هتقدمه، واعلنوا رفضهم ليه لان الحكومه كانت هتعلن بشكل رسمي ان مصر دخلت مرحله الافلاس، ما يعني ان وزاره توفيق باشا ما اختلفتش كتير عن وزاره نوبار باشا، وان في الاول والاخر كان الوزيرين الاوروبيين هم اصحاب الامر والنهي في مصر. وفي 2 ابريل 1879 يشكل عدد من اعضاء مجلس النواب وعدد من الاعيان والعلماء والتجار شكلوا
شكلوا ما يعرف بالجمعية الوطنية، وطلبوا من خلالها بتشكيل حكومة وطنية وإقصاء الوزراء الأجانب نهائيا. وقدم وفد من الجمعية مطالبهم للخديوي إسماعيل اللي وافق عليها فورا، وكمان قرر تشكيل حكومة جديدة، وقرر إقالة حكومة توفيق باشا ابنه، واستدعى شريف باشا لتشكيل الوزارة الجديدة. وكانت بالفعل وزارة خالية من الوجود الأجنبي، وتشكلت من عدد من أعضاء الجمعية الوطنية. ونجحت وزارة شريف باشا في وضع أول دستور في مصر. في المقابل أرسلت حكومتي بريطانيا وفرنسا لمصر مذكرتين قالوا فيها إن الخديوي خالف الاتفاقيات الدولية ما بينهم، وحملوه مسؤولية هذا الاعتداء. سموه كده اعتداء لأنه عين وزارة وطنية في بلده اللي هو بيحكمها. وما اكتفوش بكده، دول كمان راسلوا الباب العالي وطلبوا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عزل الخديوي إسماعيل. وكانت الدولة العثمانية وقتها برضو مش أحسن حالة من مصر، كان التدخل الأجنبي فيها متغلغل من سنين طويلة، وفي لعبة مصالح كبيرة بتدار. وفي 26 يونيو 1879 يقرر السلطان عبد الحميد الثاني عزل الخديوي إسماعيل وتنصيب ابنه الأكبر محمد توفيق باشا على عرش مصر، اللي استلم البلد وهي مش بس غرقانة في الديون اللي وصلت 100 مليون جنيه، ده كمان استلمها وكل مفاتيح إدارة البلد واقتصادها في إيد الأجانب. كل موارد الدولة وكل أصول الدولة تحت إيد الأجانب. تتفق أو تختلف مع الخديوي إسماعيل، تشير إلى كارثية أخطائه أو تحاول تبروز إنجازاته، إلا أننا نظن أنه في النهاية يتحمل هو ما آلت إليه أحوال مصر. فسياسات الخديوي إسماعيل وقراراته الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالقروض والديون الأجنبية والبذخ الشديد في حياته الشخصية، وكمان الحياة العامة ببناء القصور والأوبرا وحفل افتتاح قناة السويس اللي توصف بأنه حفل أسطوري، كل ده وغيره أدى لضياع مصر. ضياعها بضياع فرص على أجيال فيها عاشت في ظل فقر ومرض، وهي مطاطية راسها من قلة الحيلة وظهرها محني من كتر الديون. وإسماعيل نفسه اللي فتح بلاده للأجانب ورحب بيهم واداهم كل الامتيازات، انتهى بيه الحال معزول على ايد الاجانب علشان يتم نفيه على متن يخت المحروسه، ويختار انه يقضي بقيه حياته في ايطاليا، المره دي بعيد عن فرنسا مع شقته او بريطانيا. وبيتقال ان اسماعيل باشا حتى بعد العزل والنفي كان لسه عنده امل انه في يوم هيرجع مره تانية لحكم مصر. وفي 1888 يقرر اسماعيل باشا انه يسيب ايطاليا وينتقل الى العيش في اسطنبول، اللي فضل فيها الى ان توفي في 25 مارس 1895 علشان يتم نقل جثمانه إلى مصر ويدفن في مسجد الرفاعي. فكان يا مكان. اعمل لايك الفيديو لو عجبك، واشترك في قناتي بكر المصري، وقول لنا رأيك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العماره. ده انا تاريخ يا اخي.